السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم في فيديو جديد. فيديو اليوم فيديو آخر اليوم الخميس 16/11/2023. إن شاء الله في الفيديو هنتكلم عن أسعار الرز الشعير والأبيض والمخلفات، وأسعار القطن خارج المزادات. الناس اللي ما وصلهاش الفيديو هتنزل تحت الفيديو بتلاقي كلمة اشتراك، بتضغط عليها وتفعل الجرس هيوصلك الفيديو إن شاء الله على طول على الموبايل بتاعك مجرد تحميل الفيديو. بالنسبة لأسعار القطن خارج المزاد، أسعار القطن جيزة 94 خارج المزاد بتراوح السعر من 11,500 إلى 12,000. وطبعا الاختلاف في أسعار القطن خارج المزاد دي نتيجة إن في ناس بتخزن قطن، وفي ناس بتدخل المنظومة، وفي ناس بتشتغل وسيط، مجرد وسيط بينقل القطن، فده عامل اختلاف في أسعار القطن خارج المنظومة. بالنسبة لأسعار الرز، في ثبات واستقرار في السوق الرز على آخر اليوم. بالنسبة لأسعار الرز الأبيض العريض على جودة زيت وبخار وسوليتكس يتراوح سعره من 27,800 إلى 28,000، وده البضايع العالية في الرز الأبيض العريض، البضايع كسر من 3 إلى 5%. وبالنسبة لأسعار الرز الأبيض الرفيع برضو البضايع العالية 25,800 إلى 26، ده أعلى بضاعة في الرز الأبيض الرفيع. في أسعار الرز الأبيض بتقل عن كده طبعا نتيجة زيادة الكسر. يعني مثلا أسعار الرز الأبيض 10% بتقل في الأسعار شوية، وال15%، وفي بضاعة برضو في كسر 25% وفي 30%. وفي برضو رز عريض مخلوط برفيع بتقل الأسعار فيه شوية. ده توضيح بس الموضوع أسعار الرز الأبيض. بالنسبة لأسعار الشعير، شعير عريض وصال للمضرب يتراوح سعره من 18,000 ل 18,200، وبرضه البضايع العالية في الشعير العريض. وبالنسبة للرفيع يتراوح سعره من 17,500 ل 17,600 وصال إلى المضرب. أسعار تنفيذ في الشعير العريض من 17,800 ل 18,000، والشعير الرفيع من 17,300 ل 17,400. دي الأسعار، وزي ما قلت لحضراتكم السوق ثابت. إن شاء الله في فيديو بكرة هنشرح مع بعض يعني توقعات السوق وثبات السوق وإيه اللي بيدور في السوق كله في فيديو بكرة إن شاء الله، ومع جميع إن شاء الله هنتكلم عن جميع الأسعار على القناة، سواء الذرة المحلي والمستورد أو الفول البلدي، إن شاء الله في فيديو بكرة الجمعة إن شاء الله. وبالنسبة لأسعار المخلفات، الأسعار المخلفات فيها هدوء شوية. بالنسبة لأسعار السرس المطحون من 1800 إلى 2000، والكسر الناعم من 13,600 إلى 13,800، والجونة من 12,500 ل 12,700. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.